السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفروض ان احنا قلنا ان الطالب وهو في اولى ابتدائي لازم يكون عارف الشهور الميلادية والشهور الهجرية، ويكون عارف ايام الاسبوع. فلازم هنا لو جينا نشوف ان هو اول درس عنده هنلاقي ايام الاسبوع، لازم ان هو يكون عارف ان ايام الاسبوع ايه، هي عبارة عن ايه، 7 ايام. يبقى ايام الاسبوع هي عبارة عن 7 ايام. طيب هما ايه ايام الاسبوع؟ اللي هو يوم السبت والحد والاثنين والتلات والاربع والخميس والجمعة. تمام، ماشي. لما اجي برضك بقى في ايام الاسبوع ده بيبقى فيه تمارين عليها كتير. يعني مثلا ما اقول له الشهر اليوم التالي ليوم الاحد فيقول لي يوم الاثنين، طب اليوم السابق ليوم الاحد هيبقى يوم السبت. تمام، فدي تمارين عليه. برضك بيبقى بيعملوا حركة ذكاء كده ويقول لك طب اليوم التالي ليوم الجمعة، مع ان يوم الجمعة هو اخر الاسبوع، فنقول اليوم التالي ليوم الجمعة هو ايه؟ يوم السبت. تمام، ماشي. كمان لازم نبقى عارفين ايه شهور السنة الايه الميلادية، وبرضك يستحسن يكون عارفين شهور السنة الهجرية. هو هنا كاتب لي ان شهور السنة الميلادية هي عبارة عن ايه؟ 12 شهر، اللي هم ايه؟ اللي هم يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. وطبعا لازم يكون هو بيعرف يكتبهم. ماشي، فهنا كاتب لي هنا ايه ايام الاسبوع، هيبدأ ان هو يدربه عليهم ان هو يعرف يكتب يوم السبت، وهنا اليوم الحد ويوم الاثنين والثلاث والثلاثاء والاربع والخميس والجمعة. تمام، خلصنا من ايام الاسبوع. ان هو عامل له تمارين كتيرة عليها بحيث ان هو لازم يكون ممكن ان هو يبقى عارف يكتبها. هيجي هنا ايه لشهور السنة الميلادية، ولازم يبقى عارف ان ايام الاسبوع 7 وشهور السنة هي عبارة عن ايه؟ 12 شهر. طيب هنا كاتب له ايه؟ يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. يبقى كده لازم يكون هو عارف ايه يتقنهم، ويكون عارف ايه يكتبهم. كذلك برضك نفس ما عملنا في التمارين ان هي بتاعت شهور السنة، هنعمل عملنا في تمارين الاسبوع هنعمل في شهور السنة. يعني مثلا يجي يقول لي ايه الشهر السابق لشهر ايه؟ يناير، احنا نقول ايه؟ ديسمبر. اللي قبله ايه؟ ديسمبر، ما هو ديسمبر يناير قبله ديسمبر. طيب لما نيجي نقول الايه الشهر التالي لشهر يناير يبقى ايه؟ يناير بعده ايه؟ فبراير. ونعرفه ان السابق دي اللي هو ايه؟ قبل، والتالي اللي هو ايه؟ التالي اللي هو بعد.